القصة بدأت سنة 1896 لما الأمير سعيد حليم باشا قرر يعمل مفاجأة لزوجته، ومش أي مفاجأة يا جماعة، ده قرر يهديها قصر كامل. فاستدعى أشهر معماري في عصره الإيطالي أنطونيو لاشايك اللي صمم جاردن سيتي عشان يصمم له هذا القصر وسط زحمة وسط البلد، وفي مكان محدش كان يتوقعه بيوجد هذا القصر الفخم في شارع شامبليون. القصر اللي اتبنى كهدية وانتهى بيه الحال لأنه مهجور. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة بتاعتي عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. حكاية القصر الذي لم يسكنه صاحبه بوسط القاهرة وعلى بعد أمتار من ميدان التحرير، وبالتحديد في شارع شامبليون. بيوجد دائما أمام المرة قصر مهجور بيطلق عليه قصر شامبليون نسبة لوجوده بشارع شامبليون بوسط البلد. لكن هو القصر ده ملوش علاقة أساسا بالعالم فرانسوا شامبليون، لا من قريب ولا من بعيد. وحكاية القصر دي بترجع إلى العصر العثماني. هذا القصر ملك الأمير سعيد باشا حليم حفيد محمد علي باشا. ولد وعاش بمصر وتعلم في سويسرا العلوم السياسية، وطلبته الدولة التركية للعمل في السلك الدبلوماسي، وترقى حتى وصل إلى وزير خارجية تركيا. وبعد حدوث خلافات بين سعيد باشا والأتراك عاد إلى مصر وقرر الزواج، وأمر أهم المهندسين المعماريين في هذا الوقت أن يشيد له قصر للزواج، وهو المهندس أنطونيو لاشايك، بتشييد قصر للزواج فيه. ولاشايك هو أحد أهم وأمهر المهندسين المعماريين الإيطاليين في هذا العصر. وفي سنة 1895 بدأ لاشايك ببناء القصر الذي يتكون من مبنى رئيسي وجناحين، واستغرق بناء هذا القصر 6 سنوات، وتم بناؤه على مساحة 4781 متر مربع، لتصل حدائقه إلى ميدان التحرير قبل اختصاصها إلى مساحته الحالية. ولكن بعد الانتهاء من